الأساس المتين للبيوت. لا تبنى كل البيوت على الحب، ولا تكون كل الزواجات مبنية على مشاعر متدفقة وعلاقة عشق وهيام، وليس كل زوجين حبيبين استكملا حبهما بالزواج. هناك من يتزوجون على أساس التفاهم، ومن يختارون بالعقل من يناسب حياتهم وطموحاتهم، وهناك من يبحث عن من ينسجم معه روحياً ونفسياً ويثق أن هذا هو ما سيطور علاقة حب. وهناك بالطبع من يتزوجون بعد قصة حب ملتهبة، لكن الثابت في كل قصص الحب والزواج أن التواصل والاهتمام والتقدير هو ما يجعل الحب يولد بعد الزواج، وهو ما يجعل العلاقة تزدهر. وكثيراً ما بدأت علاقات زواج على أساس تفاهم واحترام، وكان الاهتمام والود أسلوباً بين الزوجين، حتى تحولت مشاعرهما إلى حب قوي طاغ ومتدفق. وكثيراً ما بدأت علاقة زواج بحب عنيف، ثم أهمل كلا الطرفين مشاعر الآخر، معتمدين على رصيد الحب السابق بينهما، حتى تناقص الحب وتناقصت المشاعر، وأصبح الصمت والملل هو المسيطر على العلاقة، وأصبحا غرباء عن بعضهما، حتى تأتي لحظة يشعر فيها كلاهما أنه اختار الشخص الخطأ، وأنه نادم على اختياره. الفيصل في كل العلاقات هو الاهتمام والانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تسعد شريك الحياة وتدخل على نفسه البهجة. حينئذ تولد مشاعر ود وتقدير تكبر وتزداد مع العشرة والمواقف الطيبة والمعاملة الحنونة التي تجعل للحب بريقاً وللحظات القرب اطمئناناً وأماناً، فيصبح حباً حقيقياً قوياً مع الأيام.